السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلب أم مالك. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أحسن صحة وأحسن حال. مشرفينا ومنورينا دايما بوجودكم معانا في القناة، قناة أحلى أكلة من مطبخي. يلا بسرعة بسرعة انزلي تحت واشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك أي جديد بنزله. النهاردة هنعمل مع بعض فيديو قليل جدا ما بعمله وبنزله على القناة. تقريبا ما نزلتوش الا مرتين او ثلاثة. هو فيديو المنيو بتاع الاكلات. هعمل معاكم غدا 7 ايام. يا رب يعجبكم. لو محتارة في الاكل مش عارفة تعملي ايه، خشي على الفيديو وشوفي وراجعي كده وانت تعرفي تعملي ايه. عملت معاكم اول يوم كان محشي مشكل، وده طبعا نزل معاكم في اخر فيديو. وبطاطس وشوربة ولحمة، ودخلتهم تحت الفرن اخدوا وش، وده كان شكله النهائي. وكان طعمه جميل جدا. المحشي طبعا لو عامله بكميه زياده يقعد معاكي لتاني يوم. تمام. اليوم اللي بعده قضيته بقى شعبي. كان عندنا محشي وفراخ وطبعا محشي ولحمه. طبعا قضيته شعبي. بعد كده عملت رز الطباخ اللي هو لسان عصفور بالشعريه وظبطته وحمرت بطاطس وزيتون مخلل من اللي احنا مخللينه، وشوية سلطة وبيض مقلي. والحمد لله وفضل ونعمة، وكان يوم جميل جدا وأكل حلوة قوي. ويوم وعدى كده. احنا معانا يومين في المنيو لأكل المحشي ولحمة، ومعانا يوم شعبي. طبعا عايزة اقول لكم ان ما ينفعش ان انت مثلا ايه تخلي كل نظامك في الاكل شعبي بس، كل نظامك في الاكل فراخ ولحمة وسمك وبانيه ومش عارفة ايه. لا، نوعي. جينا اليوم التالت زي ما انتوا شايفين، اكل برضو جميل كده وبسيط وحلو. عملت شوية رز حباية وحباية، او يعني رز بشعرية او حباية وحباية اللي انت عايزة تحبيه اللي انت عاوزة تعمليه اعمليه. وبرضو شوية زيتون من المخلل بتاعنا الجميل ده، وقليت فلفل وبتنجان، وعملت صينية بطاطس زي ما انتوا شايفينها كده جميلة بلحمة مفرومة من تحت. كان عندي ربع كيلو لحمة مفرومة طلعته عصقته وعملته في صينية البطاطس دي. حاجة برضو جميلة كده تسند معاكي اليوم ما تكلفكيش، وبرضو نقول يوم وعدى. ولا ايه رأيكم؟ طب ما احنا بقى كده عايزين برضو أكلة حلو. طيب في اليوم ده قمت جاية قلت خلاص بقى النهاردة، يعني احنا عملنا يومين كده مشينا حالنا بيهم. اليوم الرابع عملت مكرونة سباكيتي، وعملت فراخ بالبصل في الفرن. كانت ريحتها حلوة جدا، ريحة وطعم بصراحة، وبصوا تحميرها جميل ازاي. وبرده الزيتون، ايه يا ام مالك، هو انت الزيتون ده ثابت معاكي في كل حاجة؟ عايزة اقول لكم لان انا اول مرة كنت اخلل الزيتون ده وعجبني، وان شاء الله ان شاء الله مش هتبقى اخر مرة. عجبنا قوي وريحة وطعم، وبصوا مش عايزة اقول لكم شاطرة بقى شاطرة. يلا نشوف اليوم اللي بعده. وهنا في اليوم ده عملت سمك مقلي، وعملت سمك مشوي، وكنت شاريه بصراحة المشوي جاهز من بره، مش انا اللي شويته في البيت المرة دي. وفلفل وبتنجان وسلطة وزيتون مخلل، ايوه طبعا. وشوية رز حباية وحباية. وكان يوم جميل كده. احنا الاسبوع بتاعنا خدنا فيه فراخ ولحمة وسمك وشعبي وكل حاجة يعني. الأسبوع كان متنوع يعني. الحمد لله الأسبوع ده أصلا ينفع الميزانيات اللي هي المتوسطة وكمان البسيطة يعني، لأن الأكل فيه مش مكلف خالص ولا أي حاجة. وفي اليوم ده كمان عملت تاني يوم بقى سمك مشوي، برضو أكلناه. وسلطة بابا غنوج وعيش وشوية مخلل جاهز من بره اهو. ما جبت الزيتون أعمل إيه؟ بس عايزة أقول لكم إن المقطع ده كان من قبل ما الزيتون يتخلل أصلا. ف... فما كان في اليوم ده ما كانش الزيتون اتخلل طبعا. طبعا أنا بجمع لكم المقاطع دي وبقول لكم اليوم الأول واليوم التاني عشان خاطر تبقوا عارفين إن أهو ده غدا يوم وده غدا يوم وده غدا يوم، واليوم بيعدي يعني. اليوم ما بيقفش حتى لو كلنا عيش وملح اليوم ما بيقفش. فهنا شايفين شكل السمك أصلا كان عسل إزاي. السمك ده كنت أنا اللي شاوياه، والعيش وبابا غنوج. وفي اليوم ده كمان كنت عاملة كفتة داوود باشا، لحمة مفرومة برضو نص كيلو أو كيلو حسب عدد أسرتك، وشوية رز بشعرية. غيرنا بقى الرز حباية وحباية. لو تلاحظوا أنا ما عملتش مكرونة في الأسبوع ده غير مرة واحدة بس، اللي هي كانت المكرونة الاسباجيتي. وعملت رز بشعرية، عملت رز حباية وحباية. عملت رز الطباخ، دي كانت كفتة داوود باشا. وشوية شيبسي وشوية مخلل، برضو مخلل ده مش ما كانش الزيتون برضو لسه اتعمل.
باقول لكم شوفوا كفتة داوود باشا تحفة إزاي، كانت جميلة وعجبتهم والله. بس يا حبايب قلبي وأدي منيو كده كامل متكامل. الله! ده لسه في كمان، طب يالّا نشوف اللي باقي. ده كان كرشة وكان مكرونة، شوفوا لسه باقول لكم ما عملتش مكرونة. عملنا مكرونة أهوّة وشوربة ومخلِّل برضه. كده خلاص الأسبوع معاكِ كامل متكامل، ما تنسيش تحطّي لي لايك وتشتركي في القناة وتفعّلي الجرس. سلام عليكم.